صباح الخير، ازيكم يا حلوين؟ من بعد طول الانتظار، وطبعا انا اللي منتظراكم مش انتوا. ما حد فاكرني اساسا. المهم، ما علينا. خلينا في اللي انا جاي اقوله. طبعا صوتي واضح، برد برد 3 والله درجة الحرارة، وهنا برد برضو، مع اني مفروض سخان مركزي، بس باين عليه مش شغال عندنا ولا ايه. المهم يعني، خلينا بقى من درجات الحرارة الكلام ده. انا جاي ايه؟ اكتر حد اكتر حد بصدقه وبتعاطف معاها هي الست هناء اللي هي في فرنسا. مش عايزه اقول اسم القناه كلها يعني، مش عشان حاجه، عشان يعني كده يعني. فانا متضايقه قوي من اللي هو ايه حاصل معاها، وان هي ده درس لكل ست في غربه. ما تصدقش اي حد، واحنا ناس بتكون مستهدفين من من الرجال عموما يعني. اي ست بيبقوا عرفوا انها في دولة ما اوروبية او كده، بيبقى عليها العين، وعايزين منها، طبعا كلنا عارفين الاوراق، عايزين يجوا اوروبا. فهي ادت درس لستات كتير عايشين برا، ان ما تصدقش اي كلام، وان انتي في الاخر هتدي كتير قوي وهتخسري. ده اللي حصل لها، ادت بكل قلبها، وللأسف خسرت برضو بسبب من ورا قلبها، انها صدقت الحب، ان ده راسم عليها الحب اكيد يعني. انا مش عايزه اغلط فيه لان هو طبعا بيزعل من بس يا ولاد، فهي ادت درس لكل ست في اوروبا، منطقة منفصلة أرملة، بتدرس معها كارت إقامة بسبب دراسة بسبب حاجة. انتي مستهدفة يا حلوة، مستهدفة من الشباب اللي هم طبعا في البلاد العربية. فكوني حذرة وما تدلقيش وتاخدي اي حد. اتعلمي الدرس واعرفي ان انتي اخرتك هتخسري. طبعا الا من رحم ربي، طبعا في طبعا جوازات بتكون صادقة، بس انا بتكلم على الاغلبية العظمى. بيكون عايزك لايه؟ مش لجمالك ولا لقلبك الطيب ولا للكلام ده، لا، عايز منك حاجة واحدة: يدخل أوروبا. إذا كنت انت في أوروبا أكيد يعني هو بيبقى الصعوبة أكتر في دخول أوروبا يعني، وبرضه يعني الدول العربية يعني. فما تصدقوش، هي الصراحة ادت درس، قناتها درس كبير، وللأسف يعني في الآخر هي اللي خسرت. هتقسم معاه نص حاجتها اللي بعد الجواز زي ما هي شرحت. فيعني وانا على ما اعتقد ان هي كلها حاجتها، يعني حرام انها ياخد منها حاجة بعد الجواز او قبل الجواز، فحرام. وهو طبعا اكيد مش هيرضى على ولاده يدخل فلوس او املاك مش بتاعته. فهو مش معنى ان هو اتجوزها ان هو شارك في الحاجات دي. اذا كانت هي بتسدد له قروض فكفايه اللي خدوا منها، كفايه كارت الاقامه اللي هي هتسيبه له في سبيل الله، فكفايه. حرام يقسم معاها الصراحه، ده من وجهه نظري، وانا بقول له كده حرام. ما تاخدش منها حاجه ومن بناتها حاجه، دي ست في الغربه فحرام تقسم معاها. يمكن الست بيبقى لها حق على الراجل اكتر ما انت ليك حق، انت تقدر. بس بقى يا حبايبي يا حلوين، فبقول له انت تقدر تشتغل. لسه هي يمكن عندها مشاكل صحية، طبعا انا متابعاها وعارفة هي حكت قبل كده عندها مشاكل صحية بسبب برضو شغلها الكتير. فحرام، فحرام، انا شايفة من وجهة نظري حرام، حرام يتقسم معاها. وهي عايزة تتطلق بسرعة ليه؟ هي خايفة برضو تبقى انت، معلش يعني، اسمح لي اقول ان انت زي لقمة في الزور، في زور بناتها. هتقسم معاهم او لا قدر الله بعد الشر عنها، الاعمار بيد الله، بس هي خايفة، هي عشان كده عايزة بسرعة تخلص الموضوع. ويا ريت تخلص بسرعة معاها وحلها ودي يعني. الموضوع مش مستاهل، وهي مش حاجتك وملكش اي حقوق معاها. هي كفاية ان هي ساعدتك كتير وانت قلت عادي، فخلاص خليها عادي. وبرضو الحاجات املاكها اللي هي جابتها بعد ما اتجوزتك
سيبوها لها عادي برضو يعني، وما اعتقدش ان انت اشتركت فيهم يعني. بس بقى حلوين. ده كان كلامي النهاردة، ولازم افضفض. انا كده بحب افضفض من وقت لاخر، اسمحوا لي. يلا بقى اشوفكم على خير، باي باي، سلام.